وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام، وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام. وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام، قد كنا البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترق النصر. قد كنا البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترق النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام، وحي ونبي وكتاب وجهاد. وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام، كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. أهدى للكون رسالتنا، أهدى للكون رسالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات وهذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. أهلا ومرحبا بكم في زمان من زمان العزة. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات من زمان ممتد، ليس زمانا جديدا وليس جزءا ثانيا، ولكنه امتداد لزمان تحدثنا فيه، امتداد لزمان عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لكل زمان رجال، ولكل رجال عزة وكرامة ومجدا. في زمان عزتنا في هذا العام يمتد بنا الحديث في زمان عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم ينقطع. يمتد بنا الحديث في زمان عزة أبي بكر، في زمان عزة عمر، في زمان خلق فيه رجال تربوا على أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنعوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجال ترك لهم نبيهم سنة وكتابا ورسالة، ترك لهم نبيهم أخلاقا ومكارم وسلوكا يضيء للدنيا ويعلم العلماء ويثقف كل الخلق كل البشر. في زمان عزتنا هذا العام يمتد بنا الحديث إلى هذه الأزمنة المضيئة المنيرة
التي تذكرنا بأن لنا عهدا، وأن لنا تاريخا، بأن عندنا وعدا من ربنا: إن أحسننا كتب لنا النصر، إن أحسننا وعبدناه مكن لنا، إن أحسننا ووحدناه أعزنا وكتب لنا المجد. في زمان عزتنا، في زمان عزة الإسلام، نمضي لنربي أجيالنا، لنربي أبناءنا، لتنبض في قلوبنا هتافات العز للإسلام والمجد للإسلام، هتافات تنادي: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة فيما سواه أذلنا الله. هتافات تنادي: لا عزة ولا عز إلا بالله ومن الله وإلى الله، ولا عزيز في هذا الكون إلا الله عز وجل. وكل من صار على درب النبوة، وكل من صار على درب التوحيد ودرب الرسالة، كان من أهل العزة ومن أهل المجد. يبدأ حديثنا أيها الأحباب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد انتهى من فتح مكة، وكان قد انتهى من تابوك، وكان قد انتهى من مؤتة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا، وبعد حجة الوداع، بعد أن حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وتتنزل الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتتنزل الآيات: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أعز يوم في تاريخ البشرية، أعز يوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم أن كمل الدين، يوم أن كمل الإسلام. وعلم أبو بكر الصديق: هذا الرجل ذو العز وذو المجد، هذا الرجل ابن الإسلام، هذا الرجل الذي لا ينتسب إلا إلى دين الله عز وجل، هذا الرجل أبو بكر الصديق يلتقط راية العزة من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتقط أبو بكر رايات المجد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رايات العز ورايات المجد. تتنزل الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم. وكان الناس في عيد، وكان الناس في فرح، وأبو بكر يجلس يبكي بكاء شديدا. فيعجب عمر: ما يبكيك يا أبا بكر؟ وهذا يوم عيد، واليوم أكمل لنا الدين. فيبكي أبو بكر ويهمس لنفسه: والله ليس بعد الكمال والتمام إلا النقصان، ولا نقصان في ديننا، ولكن ما أرى إلا هذا علامة بقرب موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت. علم أبو بكر هذا الرجل الذي يرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم بقلب صادق، بقلب صديقي. يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ويجهز النبي جيش أسامة بن زيد. لماذا يجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش أسامة بن زيد؟ لا لشيء إلا ليثأر أسامة لأبيه زيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحة، وجعفر بن أبي طالب